ده عمر عبد الرحمن الملقب بعموري، جاي من حواري السعودية وعنده حاليا 31 سنة، وتقدر تقول عليه انه امهر لاعب عربي في السنوات اللي فاتت. وعلى فكرة ده مش كلامي انا، لان في سنة 2015 صحيفة ماركا الاسبانية قالت عن عموري انه افضل لاعب في العالم مغمور، وبسبب ستايل لعبه المميز الشوالي لقبه بميسي الخليج. هذا هو ميسي الخليج. عموري كان قريب جدا من الانتقال لأندية ليها اسمها وتاريخها زي أرسنال ودورتموند وبرشلونة. عمر لاعب مهاري جدا وعنده القدرة إنه يعدي من نص الفريق بسهولة، وعليه واحدة أرتو مزيكا. الإمارات كانت بتتغنى إن عمر عموري لاعب من عندهم، وليهم حق بصراحة، اللاعب مستواه أوروبي جدا، وعلى فكرة اسمه كان بيتردد في أوروبا كتير. عموري لاعب إماراتي اتولد في السعودية وجاي من أصول يمنية، لكن في النهاية بقى إماراتي الجنسية، وده بسبب موهبته الرائعة. عمر جاله عرض من المان سيتي وهو 22 سنة بس، وفعلا يتدرب معاهم لمدة أسبوعين، لكن الصفقة ما تمتش بشكل نهائي، وده بسبب قوانين وتعاقدات الاتحاد الإنجليزي وقتها، واللي كان من ضمنها إن أي لاعب ينضم للدوري الإنجليزي من دولة تانية لازم يكون تصنيف المنتخب بتاعه من ضمن السبعين الأوائل. عمر لاعب اتظلم كتير جدا بسبب الإصابات وبسبب تعقيدات وشروط بعض الدوريات، ولولا كده كان زماننا عندنا لاعب أوروبي ذو أصول عربية زي نجمنا المصري محمد صلاح.